السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم هذا الكيك بالليمون اللي كيجي رائع وصراحه وسهل دغيا كنوجدوه. غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. بسم الله. كيجي رائع. كنديروا بواحد السيرو نتاع الليمون. صراحه الا درتوه ان شاء الله غادي يعجبكم، غادي تبقاو ديروه لوليداتكم هكذا للكوتي. المهم كيف ما كتلاحظوا هنايا من الداخل كيفاش كيجي. صراحه كيجي رطب. هنايا بعد ما سقيته بالسيرو درت فيه هاد لي زيس نتاع لورانج، ودرت فيه هاد حب الملوك اللي كان عندي. وانتم تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها، ولا بغيتوا تعرفوا على المقادير ديال هاد الكيك خليكم معايا. على بركه الله غادي ندوزو المقادير. هنايا غادي نبداو بالسيرو. عندي هنايا نصف كاس نتاع السكر، نصف كاس نتاع الماء، ونصف كاس نتاع العصير نتاع الليمون. غادي نديرهم هنايا واحد الكاسرونه. بسم الله. وغادي ندير السكر، وغادي ندير الماء. هنايا غادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي نديرهم فوق النار حتى نشوفهم راه بداو كيغلاو. زعما كيغلى هذا السيرو ديالنا. غادي نحسبوا ليه 2 حتى 3 ديال الدقائق وغادي نطفي عليه. هنايا غادي ندوزو المقادير ديال الكيك. عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض. الا عندكم شويه البيض صغير تقدروا ديروا 5. نص كاس ديال السكر. عندي 200 غرام ديال الفرينه. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت ودرت فيها شويه ديال الزبده. نص كاس ديال العصير ديال الليمون. واحد الساشي نتاع السكر نتاع الفاني. وهنايا عندي واحد الساشي نتاع الخميرات الحلوه بالوزن 7 غرام. هنايا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نديرو فيه البيض ديالنا. بسم الله على بركه الله. غادي ندير البيض هو والسكر. ديما وكنديروا قبصه ديال الملح. غادي نضيف عليهم السكر نتاع الفاني. غادي نخلطهم مزيان حتى نخلطوا داك البيض والسكر ديال الفاني تيجيب لينا داك السكر. هنايا كيف ما كتلاحظوا الخليط ديالنا بعد ما خلطته مزيان حتى كيولينا الخليط ديالنا بيض بحال هكا. دابا غادي نضيفوا هذاك نص كاس ديال العصير ديال الليمون. هكذا كنضيفوا بشويه بشويه وكنستمروا في التحراك. من بعد غادي نديروا الزيت. كنخلطهم مزيان. وهنايا غادي نديروا الكاس ديال الفرينه. المهم درت 2 الكيسان كيف ما قلت لكم. هو 200 غرام.
غادي نزيد هاد الكاس. المهم غادي نديرو الفرينه كامله وغادي نخلطوها مزيان. هنايا القوام ديال الخليط ديالنا كيجي بحال هكا. وغادي نضيفو الخميره ديال الحلوى. وغادي نخلطهم مزيان. دابا غادي ناخد واحد المول اللي غادي ندخلو للفران. هنايا غادي نحطو في هذا، دهنتوه بشويه ديال الزيت ورشيت عليه فرينه. بسم الله. وغادي ندخلوه للفران. ها هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران، والسيرو ديالي هو هذا، هو بارد، وعندي الكيك يلا خرجته دابا من الفران. دابا غادي ناخذ واحد الكوردون هكذا، نحاول ندير شويه ديال التقابي بحال هكا. ودابا غادي نخوي عليها السيرو ديالنا. صراحه كتجي رائعه. سبق ليا وقدمت ديال الحامض. المهم غادي ندير ليها السيرو كامل اللي درت. وهنايا غادي نخليها حتى تبرد مزيان وتشرب لينا السيرو، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا بعد ما خليته حتى برد مزيان. هنايا درت فيه شويه ديال لي زيس نتاع الليمون، وزوقته هنايا بشويه ديال حب الملوك ولا لي سوغيز اللي كاينين عندي. وكنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه كيجي زوين بزاف. وصراحه ملي كديروه اليوم تخليوه حتى الغد ليه هكذا وكتاكلوه كيجي واحد الذوق زوين. وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاحباب والعائلات ديالكم، وديروا لايك للفيديو. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.